اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي وسهلة وبسيطة، وكتير مننا بيستصعبوها شوية ونشتريها من بره، وانتوا عارفين من بره حاجة بقت غالية جدا في الفران، وصحبات العيال اللي زي حالتنا كده مش هنقدر نكفي احتياجاتنا من الفران. فهتعملي حاجتك كلها في البيت وبمقادير سهلة جدا وبسيطة، وتطلع معاكي النتيجة روعة. غير الكمية طبعا، لو جبت بره الكيلو ب50 جنيه، لا انت هتعملي الكيلو في البيت ومش هيكلفك ال50 جنيه، بس هيديكي زي 2 كيلو وازيد كمان من الحاجة اللي انت عايزاها. اللي اول مرة تشوف قناتي تشترك لي في القناة وتفعل الجرس وتكتب لي كومنت حلو كده تشجعيني حبيبة قلبي، ولايك ان شاء الله عشان الفيديو ده هيعجبكم جدا جدا. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده معايا كيلو دقيق. انا عامله لكم المقادير بالكيلو، تمام كده. لازم تنخلي الدقيق بتاعك. انا بنخله قدامكم اهوت، عندي المنخل ده حطاه في المطبخ، ما اقدرش استغنى عنه خالص. في اي حاجه بعملها بالدقيق لازم انخلها. ومعانا كيس خميره، والست مكه هانم عايزه هي اللي تمسك وتحط، مش سايباني خالص. الولاد بيفرحوا جدا بالحاجات ديت، يبقوا مبسوطين وملمومين حواليكي كده، وتدفي بيتك كده بريحة الخبيز الجميلة. حاجة حلوة قوي، بالذات لما تعملي حاجة وتطلع معاكي ناجحة بيبقى انبهار بنفسك. ومعانا كيس لبن ميدو، لو حسبتيها هتلاقي التكلفة بسيطة جدا، بس هتديكي كمية كبيرة. وولادك بقى رايحين جايين كده عليها بكوباية شاي بلبن، كوباية شاي، بالذات بقى أيام المذاكرة تبقى الحاجات دي حلوة قوي في البيت. ما اكمل الاكل بتاعك هتعمليه متاخر، الحاجات دي بتنفع بتسد. زي ما انتوا شايفين كده، حطيت كيلو دقيق، عليه كيس خميره، عليه كيس بيكنج باودر، عليه كيس لبن بودره، رشه ملح، هحط زي 4 معالق سكر اهو. رشه الملح الصغيره دي بتبقى سنه، لازم تتحط في المعجنات. طبعا المعلقه ما كنتش بملاها على الاخر، فحطيت كمان معلقه عشان يبقى 4 معالق حلوين كبار. وهقلب بقى المواد الجافه دي كده مع بعض. مش سايبالي الورده في حالها يا بنتي، سيبي الورده يا بنتي تعمل منظر. يا الله ربنا يهديكي. بعد ما قلبناهم كده هنجيب بضايه، هفتحها في طبق. انا بقول لكم مقادير الكيلو، لكن انا عامله 2 كيلو، عشان هتقولوا ايه ده كله كيلو في قلب الطبق. لا، دول 2 كيلو. انا بقول لك حسب بقى ايه افراد اسرتك. تضربي الاول البيضه بشويه فانيليا ونص كوبايه سمنه، ومطرح كده الطبق بتاع البيض احط برضو زي كوبايه ميه، وهعمل كوبايه واحطها جنبي عشان لو احتجت تاني احط حبه بحبه، لان بالذات السوائل في الدقيق ما اقدرش اقولك على معيار معين، لان الدقيق مش زي بعضه. يعني كل دقيق بيختلف في شربه للسوائل او الماده الدهنيه. هبتدي بقى اقلب بقى اللي انا حطيته ده كده كله مع بعضه، وادخله كله كده مع بعضه، السمنه مع البيض مع شويه الميه، كوبايه الميه. هبتدي بقى احط الميه تدريجيا لحد العجينه معايا ما تبقى خلاص كده تمام. لمت كل اللي في الطبق بتاعي، والطبق نضيف ما بقاش فيه حاجه اهو. بوريكم اللي انا بحط حبه في حبه الميه، ومكة اللي بيقع بتشيله بتحطه عدال ازاي. يا نهار ابيض. ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم، ودها بايديها ورجليها تنزل في قلب الطبق. افضل كده بقى ايه اعجن فيها والم فيها، احط الميه شويه بشويه.
لازم الدقيق يتجانس مع الحاجة وتعجيني حلوة قوي لحد ما تطلعي المادة اللي فيه، لما تبقى العجينة معاكي زي ما انتوا هتشوفوها كده ان شاء الله اهي. لميت العجينة، الطبق بتاعي نضف، مكة بتشوفها مظبوطة ولا لأ. هي بنتي اسكتي. بتسقف مبسوطة طبعا وفرحانة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، العجينة طالعة اللهم بارك، عسل، حاجة كده جميلة. هبتدي بقى أغطيها وأحطها في مكان دافي عشان احنا طبعا في الساقعة لحد ما تخمر معايا. جبت كده نص مكعب من الشوكولاتة الخام، حطيت عليها زي ربع كوباية لبن اهي، بوريكم نوع الشوكولاتة حلوة قوي. دي بقى للتزيين، لتزيين الكرواسون اللي احنا هنعمله او المولتو حسب ما انتوا عايزين تقولوه قولوه. يعني انت بتعملي، بعمل لكم عجينة الكرواسون اللي انتوا شفتوها ديت بكل، بصوا بقى الفيديو ماشي معاكم بالهداوة خالص، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ادي عجينة الكرواسون بتاعنا طالع، اللهم صل على النبي، حاجة كده حلوة جدا. عجينة خمرت، ملمسها ناعم جدا اهي، بوريكم اختمرت معايا. هبتدي بقى اللي انا اشكلها، هاخدها كده انقلها اليمة التانية، وهبتدي اللي انا اجزأها او اقرصها او اقطعها لقطع حسب بقى ما انت عايزه. طبعا انا هعمل حاجتين اتنين، يعني هحشي حلو وهحشي حادق. الشوكولاته اللي انتوا شفتوني بعملها دي طبعا انا سبتها على النار لحد ما ساحت، وحطيت معاها زي معلقه كده دقيق علشان خاطر تبقى معايا كويسه. بس للامانه لو حابه تحشي بيها الكرواسون ما تسيحهاش زي ما انا سيحتها. انا قلت يعني هتبقى ايه، مش هتخرج والكلام ده، لا، هي لو حطيتيها قطعتيها او بشرتيها وهي قالب سليم وحطيتيها افضل من انك تسيحيها زي ما انا عملتها. يعني انا عملتها والزار كانت عايزه كمان شويه، يعني كمان معلقه دقيق عشان ما تخرجش بره ال الكرواسون بتاعنا، بس للاسف خرجت براه وادتني شكل من تحت، يعني الشوكولاته خرجت في القعر بتاع الكرواسون من تحت، فيديك ان هي محروقه، هي مش محروقه، التسويه زي الفل من فوق ومن تحت، بس نزلت، يعني الشوكولاته نزلت من تحت. فالافضل ان انت تحطيها زي ما هي، تجيبي القالب تقطعي حتت صغيره وتحطي في كل عجينه قطعه. ان شاء الله باذن الله هعمله معاكم تاني لان ولادي حبوا جدا. وهعمله وهوريكم بقى طريقة الحشو وهي بالقطع، ان شاء الله هتبقى ناجحة بإذن الله ومش هتخرج بره. هي خرجت مني بس يعني احنا بنتعلم، طول ما احنا عايشين بنتعلم، لازم حاجة تحصل معاكي كده وتعرفي خطأك فين وما تكررهاش تاني. بس العجينة معايا ما شاء الله عليها مقادير مظبوطة، ناجحة جدا جدا. تقدري تعملي منها، تشكلي منها، انا شكلت منها 3 حاجات مش حاجتين على فكرة. هوريكم الحاجة التالتة ايه اللي انا شكلتها هتعجبكم قوي. يعني العجينة دي سحرية، تقدري تعملي بيها حاجات كتير وكذا شكل من الاشكال بتاعة الافران. اللي بيبهرونا بالاشكال بتبقى بعجينة واحدة اللي هي ديت المقادير دي، تقدري تعملي منها كل اللي انت عايزاه. تقدري تعملي منها الفينو، تقدري تعملي منها الكايزر، تقدري تعملي منها القرص اللي هي بتبقى محطوط فيها سكر وقرفة اللي هي عليها السمسم. اعملي منها اللي انت عايزاه، معاكي المقادير دي لعجينة سحرية بمعنى الكلمة. جبت كده قطعة، قسمت العجينة على قطعتين، جبت قطعة رحت قسماها على 2 وابتديت اللي انا افردها، والسمك بتاعها ما يبقاش لا رقيق ولا تخين. شايفين معايا بتتفرد بكل سهولة ازاي، ملمسها نفسه حلو جدا وناعم جدا بجد. عجينة جربيها مش هتندمي، هتنجح معاكي ان شاء الله من اول مرة.
بس خليكي بالمقادير اللي انا عاملاها معاكي ديت. اديني فردت العجينة ما شاء الله معايا بكل سهولة بتتفرد ما شاء الله عليها اهي. بوريك السمك بتاعها، بصي لا رقيقة ولا تخينة. فيديو ماشية معاكي بيه واحدة واحدة للي مبتدئين اللي بيخافوا يعملوا المعجنات في البيت. لا اعملي ووفري على نفسك كتير، هتملي بيتك بسم الله ما شاء الله خير، وولادك هياكلوا وهيشبعوا من الحاجة دي. ايه اللي معانا ده في الطبق؟ ده اللي معايا ده سمنة. هي طبعا انا كنت حطاها في الفرن كده، فكت معايا شوية علشان تديني التوريقة اللي انت بتلاقيها في قلب الكرواسون. ده كده الكرواسون السهل البسيط اللي مفهوش تعقيدات. طبعا في كرواسون تاني بيتعمل له طبقات فوق بعضها وتسيبيه في التلاجة وتحطي كمية زبدة كبيرة. لا ده كرواسون موفر جدا، ناجح معاكي جدا، طعم تحفة. لكن التاني فيه تعقيدات شوية وصعب، ده ممكن تكوني عملتي ده وحشيتيه وسويتيه وكلتيه، والتاني لسه هتطلعيه وتفردي وتطبقي وتحطي في التلاجة، فصعب جدا. لكن ده اسهل حاجة انا وصلت لها. تبتدي اللي انتي تدهني كويس العجينة بتاعتك عشان تديكي التوريقة وتوفر عليكي التعب والمجهود. سهل جدا وبسيط. طبعا في حاجات كده بسيطة فبضطر ان انا اشيلها مكان الفرشة، مكان الست مكة هنا بتلعب بيها. هبتدي ان انا بسم الله الرحمن الرحيم اجزأ العجينة بتاعتي بالشكل ده كده 4 تربع. تعملي 4 مثلثات، وبعد كده كل مثلث تبتدي تعملي الحجم اللي انت عايزاه. انا بصراحة يعني ايديا ما كانتش مظبوطة قوي في القطع بتاعه الكرواسون، يعني هتلاقوا واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، فالوسط بتاعها حلو قوي. هوريها لكم برضو ان شاء الله ما تستوي اقول لكم دي احلى شكل وحجم. بس انا ما عملتش كبيرة كتير، بتهيألي هما واحدتين بس 3 يعني مش اكتر. بس الحجم اللي انا هبقى اوريه لكم ده اللي عجبني جدا، وان شاء الله ده اللي هعتمده على طول اللي انا اعمله. اهو تبتدي كل مثلث تجزئيه. هي السكينة السن بتاع السكينة بياخدها. تجهزي بقى الحشوة اللي انت هتحطيها. طبعا انا بحط الشوكولاتة اللي انا حولتها لنوتيلا، طعمها تحفة، نوتيلا تحفة تحفة تحفة. تحطي معاها معلقة زبدة او سمنة، بس الزبدة بتدي طعم احلى، طعمها تحفة. نوتيلا بمعنى الكلمة. ممكن تحطي في برطمان نوتيلا لو انت عندك وتحطي لولادك، مفيش فرق خالص ما بينها وما بين النوتيلا التانية. فانا قلت احولها نوتيلا واحطها، فللاسف يعني ما تحطيها وهي مكعب ناشف افضل من انتي تحوليها نوتيلا كده وتحطيها. انا حبيت يعني انا مسجله الفيديو ده متاخر ليكم علشان النتيجه اللي تطلع اشوف ايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها، وكمان ما خليش حد ان هو يعملها. لكن العجينه زي ما انتم شايفينها هو الخطأ اللي انا عملته بس، اللي انا حولت المكعب الشوكولاته لنوتيلا وحشيت بيه. لا ده كان عايز يبقى زي ما هو ناشف وتحشيه. اهو تبتدي بقى تلفيها كده، وطبعا هتبدأ ان هي ايدك لازم تيجي عليها وايدك هتتبهدل، فده برضو حاجة تانية. بس الاهم ان هي خرجت بره الكرواسون، حتى رغم ان انا مقفلة عليها بس خرجت برضو عشان سايحة. يعني هي سايحة وانتي سيحتيها اكتر فخرجت، وايدك بقى تتبهدل وانت بتحشي. فالحجم ده بصوا الحجم ده حلو قوي، حجم جميل جدا. حتى بعد ما بيستوي يكبر شوية بس بيبقى حلو. شايفين انا بحاول ان انا اقفل
بس هي هتخرج برضو وتنزل تحت الكرواسون من تحت خالص. كان ولادي يقول لي يا ماما لا ده محروقه. يا جدعان والله ما محروقه، ده الشوكولاته النوتيلا اللي نازله هي اللي مديه الشكل ده، بس في الطعم شوكولاته. فيا ريت لما تعمليها ما تتحوليش الشوكولاته لنوتيلا، لا ابشري المكعب او قطعيه حتت صغيره وحطي كل قطعه في قلب الكرواسون ولفيه. ايدك مش هتتبهدل، مش هيخرج بره الكرواسون، هيبقى حلو جدا. ان شاء الله المره الجايه باذن الله اعمله معاكم. لازم يكون في مصداقيه ما بيني وما بينكم، لان معلش ممكن حد يتفرج عليا ويجرب الوصفه دي. طيب لما يجربها وعمل زي بالظبط مش هيقول لا الست دي بتضحك علينا، لا، انا لازم اعرفكم ايه اللي انا وقعت فيه، وعشان انتوا ما تجربوش يعني. هبتدي بقى كده انا بوريكم ايه اللف علشان خاطر تشوفي ازاي بيدينا الشكل الجميل بتاع بره بكل سهولة. وانتي بتلفي كده البوز من الاخر تشدي تمطي العجينة معاكي عشان تديكي الشكل الحلو. وتبتدي بقى ترصي في الصاج جنبك. تكوني دهنة الصاج بتاعك شوية زيت. انا بصراحة عملتهم في سيجان الفرن. وتبعديهم عن بعض، ما تخليهمش قريبين، يعني ما تحطي الكرواسون ما تخليهوش قريب من بعضه، تحاولي ان انت تبعدي لانه هو بيخمر تاني والحجم بيزيد. انا ببتدي اوريكم يعني مش مسرعه الفيديو بتاعي علشان خاطر تستفيدي وتعرفي طريقه اللف. وطالع معايا حجم صغير حجم كبير، الحجم بقى اللي انت حباه وعايزاه ابتدي اللي انت تلفي بيه. ادي الطريقه حلوه قوي. وانت قاعده كده مش هياخد معاكي نص ساعه اللي انت تلفيه وتحشيه بالشكل ده، مش هياخد معاكي وقت خالص. تعملي كده بكل سهولة وكل بساطة، تلمي ولادك حواليكي يبقوا فرحانين بالحاجة اللي بتتعمل في قلب البيت. ولازم كلنا نحاول اللي احنا على قد ما نقدر في اليومين دول بتوعنا الغلا على الناس كلها، ان احنا نوفر ونعمل حاجتنا في البيت، ما نستسهلش وان احنا نشتري من بره. لا، انت بتعملي حاجتك بكل نظافة، حاجتك بتبقى نظيفة في بيتك. في نفس الوقت الحاجة بتبقى حلوة أوي ما بتعمليها وتطلع معاكي النتيجة ناجحة، بتبقي فرحانة أوي بنفسك اللي انت عملتي وصفة من الوصفات اللي احنا كنا بنشتريها ونستسهل، لا طلعت معايا في البيت بكل سهولة بمكونات بسيطة جدا. لو انت حسبتيها مثلا كيلو الدقيق ب17 جنيه، هنقول ب20 جنيه بالبيكنج باودر. كيس الخميرة ب3 جنيه. كيس اللبن ب3 جنيه، يعني قولي كده 26 جنيه. البضاية هنقول ب4 جنيه. كده 30 جنيه. تمام. السكر عندك في البيت موجود، السمنة عندك في البيت موجودة، تحطي يعني أقل من نص كوباية سمنة أو زبدة. أنا حطيت معاكم نص كوباية عشان أنا قايله لكم أنا عاملة 2 كيلو.
تمام. وانت لو صغرتي كمان الكرواسون عن كده هيديكي عدد اكبر من كده اهو. شايفين؟ ولازم تقفلي الحرف الاخير بالشكل ده. شايفين حجم حلو قوي وجميل اهو. بعديه عن بعضه، ما تخلوش قريب. زي ما انتوا شايفين رصيت الصاج، زي ما انتوا شايفين هعمل كمان واحد. استحملوني بقى في الفيديو، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اوصل لكم وتبقوا معايا في كل حاجة انا بعملها لكم ان شاء الله باذن الله. الفيديوهات باذن الله اللي جاية بس عايزة منكم تشجيع. هتبقى فيديوهات حلوة جدا، وصفات حلوة جدا ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، رمضان داخل علينا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. ويتقبل منا صيامنا وصلاتنا، اللهم امين يا رب العالمين. وهنبتدي نعمل مع بعض حاجات حلوة كتير. هنعمل مع بعض الحلويات والحاجات اللي تنفع للعزومات، رغم انا بتهيألي في الغلا ده مفيش حد هيعزم حد. اللي هتعزم تكتب لي في كومنتات وتقول لي ان هي عندها عزومات. بصوا دي اكبر واحده بقى انا عملتها، اللي انا حاطه فيها دلوقتي دي الايه، النوتيلا. مش عارفه ايه اللي خلاني كده ما خدتش بالي منها وعملتها كبيره كده. مش مشكله، اهي اتاكلت وكانت زي العسل. شايفين؟ تيجي توزعي بقى عليها كلها كده، تسهلي على نفسك. والله النوتيلا طعمها تحفه، تحشيها بقى كده لولادك. على فكره وممكن تعملي دي ساده، وتجيبي سرنجة كده نظيفة تشيلي منها السن بتاعها، وتسحبي بالسرنجة البلاستيك النوتيلا دي، وتحطيها تخرمي بيها، تدخليها في قلب الكرواسون. دي برضو طريقة حلوة جدا. دي بقى تضمني فيها ان لا هتسيح ولا هتخرج بره لا خالص. تلفيها سادة وتحشيها بعد ما تستوي، وتكوني انت مجهزة النوتيلا بالشكل ده. طريقة يعني في كذا طريقة معانا غير الطريقة دي تبقى معاكي ان شاء الله ناجحة. اهو ببتدي بقى ايه، دي الحتة التانية. قلت لا ده انا اقفل الجناب، عشان حسيت في الاولانية ان ممكن يخرج، فدي رحت مقفلة الجناب. هو طبعا فيها شيء خرج وفي ما خرجش، بس اللي خرج اكتر من اللي ما خرجش على فكرة. يعني اللي خرج بره الكرواسون اكتر اهو. بصوا بقى طريقة اللف، بعملها معاكم تاني. زي ما قلت لكم الفيديو طويل لكن مفيد وهتستمتعي بيه. تجيبي كده ترابيزتك، تحطي عليها حاجتك وتظبطي نفسك. بصي دي قلت، قعدت افكر يا بنتي طب انت ايه اللي خلاكي تعمليها كبيره كده؟ هتطلع كبيره قوي. رجعت قلت مش مشكله، يعني ما بداتش من واحده اهو. هي شكلها كان حلو قوي بس كبيره. والحمد لله ولادي اللي كان بياخد واحده ما كانش بيسيب منها حته، كان بياكلها كلها. اهي تشدي بقى، بصي تشدي دي تديكي الشكل اكتر اهو. هنا بقى ايه اللي حصل؟ لو تلاحظوا ان انا نسيت احط السمنه. مش في حد يفكرني يا جدعان؟ افتكرت بعد ما لفيت واحده والتانية اللي انا مش حاطه السمنه. طب احل الموضوع ده ازاي؟ حبيت برضه اوريهولكم. رحت جايبه السمنه، بصوا الدنيا ساقعه، السمنه عملت ازاي، جمدت. رحت جايبه السمنه ورحت دهنه كده حوالين النوتيلا في الاماكن الفاضيه اهو. وارد يحصل معانا حاجات كتيره، لازم
نتصرف ونحلها. حلتها ودهنت السمنة. طب والله الكبيرة دي انا كلتها، اللي هي ما كانتش فيها سمنة ومورقة، من غير ما احط فيها سمنة، هي مورقة. بس السمنة بتديها تورية اكتر. العجينة اصلا حلوة ناجحة جدا. ببتدي الفها واضغط على الحرف بتاعها عشان ما يفكش، واخلي الحرف من تحت. تخلي الحرف بتاعك من تحت اهي. ببتدي اقفلها من الجناب عليها والف واشد، الف واشد اهي. يا رب تكون الطريقة بتاعتي ديت ان شاء الله تستفيدي منها. وما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس وكومنت حلو منك كده تشجعيني وتقولي انت هتعزمي في رمضان ولا لأ. وكمان اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. لايك جميل عشان الفيديو هيعجبك، واكسبلور لروحي في بيتي اهو. تقفلي كده حلو قوي. تمام كده خلصتها. فردت العجينة التانية. هنعمل بقى العجينة التانية الباتيه اهي. بحاول ان انا ابروز المربع بتاعي اظبطه كده. الصاج دوت الحاجات السمرة اللي فيه، انتوا عارفين الصجان بيبقى فيها ايه، حاجات كده بعضشي حاجات صعب طلوعها. بس الصاج نضيف. ده الصاج بتاع بوتاجازي القديم. سبحان الله عامل زي الجديد بالظبط، مفيش تغيير. رغم ده نوع وده نوع، هو اللون بس، ده ابيض والتاني اسمر. ده قديم طبعا يعني ما شاء الله، بقاله 20 سنة. يا نهار ابيض يا مكة، الفضايح بانت. هبتدي اللي انا اقطعها كده باتيه. ده بقى الباتيه تحفة جدا، حلوة قوي. تقدري بقى تحشيه الحشوة الحادقة اللي انت عايزاها، جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، ميكس جبن. انا فضلت فيه الجبنة البراميل اللي هي الحدق بتاعها متوسط. حلوة قوي. طبعا مكعب الشوكولاتة ده كان عندي وهو موجود، ده هتلاقيه في حدود 15 جنيه عند العطار. احنا حسبنا لحد 30 جنيه تكلفة الكيلو. و15 جنيه لو انت ما عندكيش المكعب، يبقى كده 45 جنيه. و20 جنيه الجبنة البراميلي دي، يبقى كده 65 جنيه تكلفة الكيلو اللي هتشكليه كرواسو باتيه. وكمان هتعملي منه حاجة حلوة قوي، التالتة دي هنشوفها مع بعض. الكيلو هيديك 2 كيلو وممكن اكتر. هنقول 2 كيلو. ال2 كيلو بكام في الفرن؟ ب100 جنيه. يبقى انت وفرتي وعملتي حاجة حلوة قوي في بيتك لولادك. هتقطعيه وتدهنيه سمنة. قلت بقى يا بنت ما تنسيش تاني، عشان ايه مش كل مرة هتسلم الجر. وتحطي بقى قطع الجبنة بتاعتك. برضو طريقته سهلة جدا وبسيطة، ونتيجته ناجحة جدا. هتوزعي عليها كده كلها زي ما انت شايفة. كل حتة تحط عليها قطعة كده مناسبة ليها.
تبتدي بقى تلفيها زي ما انت شايفة كده. طبعا الجبنة ما خرجتش ولا اي حاجة وكانت زي العسل. يا سلام، دي بقى مع كوباية شاي بلبن كده تفطري بيها، او حابة اللي انت تتعشي برضو بيها، حلوة قوي، طعمها جميل جدا. شايفين شكلها حلوة قوي. تجيب الحرف بتاعها وتحطيه من تحت، تقفليه حلو وتحطيه من تحت اهي. تبتدي برضو ترصيها وتبعديها عن بعضها. هنبتدي بقى الف دول معاكم برضو. وانتي بتلفي برضو تشدي عشان تبقى جميلة معاكي كده وحلوة زي الشكل بتاع بره، بتديكي الشكل بتاع بره بالظبط. طبعا انت ممكن تحطي على وشهم صفار بيضة، تضربيه وتحطيه على وشهم. انا بصراحة ما بحبش البيض على وش اي حاجة، ما بحبش اشم زفرة البيض في اي معجنات. فممكن تعملي لبن، مسحة لبن كده بسيطة، يعني ربع كوباية لبن، عليها نص معلقة سكر، وتدوبيها حلوة قوي وتمشيها على وش العجينة بالراحة جدا قبل ما تدخليه الفرن. وممكن تسوي كده عادي خالص، انا سويته كان طالع برضو حلو. بس قلت المرة الجاية ان شاء الله هعمل مسحة اللبن دي، او مسحة النسكافيه اللي هو البلاك، تدوبيه برضو في شوية مية وشوية سكر كده، وتعمليه برضو على الوش، بيبقى حلو قوي، ما بيغيرش الطعم بس بيدي لمعة حلو. يعني في بدائل غير البيض، ان انت تعملي تدي لمعة حلوة لشكل المعجنات اللي انت عاملاها. ابتدي برضو الفها معاكم العجينة ديت علشان خاطر تعرفي ان بتتلف معاكي وتديك الشكل الجميل بتاع بره. عملت منها، حاولت ان انا يعني اعمل شوية افكار كده، وطلعت حلوة جدا والله، جميلة. زي ما قلت لكم العجينة يعني تقدروا تسموها العجينة السحرية، تقدري تعملي منها كل حاجة انت عايزاها وتشوفيها بره في الفرن. من العجينة دي، من المقادير دي، المقادير السهلة والبسيطة خالص، تقدري تعملي منها الاشكال اللي انت عايزاها كلها. ساعة زمن كده وانت قاعدة مشغلة قدامك التلفزيون، تسمعي حاجة حلوة كده، تعملي الحاجة دي وانت قاعدة كده وانت مبسوطة ومزاجك حلو قوي، ان انت بتعملي حاجة حلوة قوي لولادك، وتبسطيهم وتتبسطي وتتبهري بنفسك. اهي ضغطة بسيطة خالص بس عشان تثبتي الحرف بتاعها من تحت. اهي جت بكل بساطة خالص. زي ما انتوا عارفين انا طولت معاكم الفيديو علشان تشوفوا مدى السهولة، وممكن تعملي الحاجة تطلع معاكي تحفة روعة في بيتك بسهولة جدا وببساطة، والأشكال سهلة وبسيطة جدا. اهو
شايفين؟ هبتدي بقى اعمل برضو اكمل الصاج بالقطعة التانية. اديني كملت، عملت اشكال زي القرصة، وعملت الشكل الحلزوني الجميل اللي انتوا شايفينه ده، بس القطعة دي ما اتصورتش. هبتدي بقى اعمل لكم بحتة العجينة الفاضلة شكل كمان تالت، شكل رابع، شكل جميل حلو قوي. انا عمالة افتكر في اسمها، انا عارفاها بس اسمها تايه عن دماغي، اللي يعرفها يقول لي، اكتبوا في الكومنتات. هشوفكم وصلتوا لحد كده ولا لا. هبتدي بقى بعد ما افردها اروح دهناها سمنة. السمنة جمدت معايا، الدنيا ساقعة انتوا عارفين، بس مش مشكلة، هتعامل بيها برضو. بص مكة غيرت وجاتلي ايه ده يا ماما؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اقول لها قرصة تقول لي ايه ده، اقول لها قرصة تقول لي ايه ده. يا سلام. تفردي كده السمنة في كل حتة فيها في العجينة. زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما فردناها نجيب شوية سكر وقرفة حسب العجينة بتاعتك، وتبتدي اللي انتي تفرديها على العجينة. اللي عارف انا بعمل ايه يكتب لي في الكومنتات لو سمحتوا، لاني انا نسيه اقسم بالله الاسم في دماغي ومش على لساني. بعد ما هفرد القرفة بالسكر كده، ومكة الحمد لله استفردت بالعجين وعجنته على بعضه. مش تقولوا لها يا بت اوعي كده ايديك يا بت، بت التخري يا بت هبتدي بقى ابططه كده، اثبته على العجينة. القرفة بالسكر حلو جدا جدا جدا. اللهم ذكرني يا رب، اللهم ذكرني. مش عارفة، سبحان الله ولا اله الا الله. بني ادم ساعات بتجيله حاجة كده، بيجيله زهايمر فيها. يا الله لا اله الا الله. ان شاء الله يا مكة ربنا يكرمني ان شاء الله، يوسع عليا، وهبقى اقف على الرخامة كده ومش هتطوليني. اللهم امين، ربنا يوسع الجميع يا رب. هبتدي بقى اللي انا الفها رول. سهل جدا وبسيط، شايفين؟ تبتدي بقى تلفيها رول كده، تتكي. يا جماعه اللي عارف اسم البتاع اللي انا بعمله ده يقول لي، يقول لي انا ناسياه. رغم طعمه تحفه، يا خرابي العشاق القرفه زي حالتي كده، تحفه يا لهوي، مع كوبايه شاي ملوش حل. اللهم ذكرني. هاتي بقى يا شيخه الصينيه، حرام عليكي، ده طالعالي، طالعه تقعد لي، طالعالي. يا انا دي اخر حاجه انا بعملها الحمد لله. تبتدي بقى تقطعيها كده الحجم اللي انت عايزاه. عجينة تشكلي منها وتطلعي منها الحلو كله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب ذكرني يا رب. ان شاء الله باذن الله، باذن الله هعمل لكم فيديو للوصفه دي، وان شاء الله هكون عرفت اسمه، افتكرت اسمه وهعملها ان شاء الله بالصوصات بقى بتاعتها. صوص الجبنه الخطير ده، تجيبوها من بره القطعه ب50 قطعه الواحده مش الكيلو، ب50 60 جنيه علشان خاطر الصوص اللي بيبقى عليها باذن الله. اللهم ذكرني يا رب. مش عارفه، سبحان الله ولا اله الا الله. يا جدعان اكتبوا لي والنبي اسمها ايه في الكومنت. اهو تبتدي تلفيها وتجيب الحرف تحطيه من تحت وتبططيها كده تبطيطه. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، يا نهار ابيض. ولما استوت يا لهوي، ولا الريحه في البيت حاجه كده فاخر من الاخر. ايوه يا مكة، عسل يا مكة. جبت الورده وحطيتيها جنب ماما هي على رجلي وانا بسجل لكم. هتسمعوا بقى صوت خنفره والكلام ده، مراخيرها مكتومه خالص. ابصوا، بتبص بقى اقول لها اوعي تحطي ايدك، تقول لي حاضر اسمعي الكلام يا مكة، حاضر. صح يا كوكي؟
اهو. وتبتدي تاخدي الحرف بتاعها تحت وتتكي عليها كده بالراحة، تفرديها كده بسيط وتبعديها عن بعض عشان بتفرد جدا، بتكبر بتخمر كده وجميلة جميلة جميلة. ان شاء الله بإذن الله الطريقة دي، العجينة دي هنعمل بيها حاجات حلوة تاني كتيرة جدا ان شاء الله. بس لايك بقى وشير وكسب اسمها ايه هو ده اللي روحي في بيتي يا جماعة. انا مش عارفة في ايه، حاسة والله جالي حالة توهان، نسيان، فقدان للذاكرة، مش عارفة. اهو بصوا الجميلة الأخيرة دي حلوة أوي وكيوتة أوي. أنا بعد ما قطعتها ندمت هي صغننة كده ليه، لأ بس جميلة كيوتة أوي حلوة. دي بقى غلطت فيها إن أنا قلبتها على اللي تحت، فاهمين؟ بس حطيتها ماشي الحال. نيجي بقى للاتنين اللي الست هانم عملتهم لنا في بعض دول، حطيت فيهم حتة جبنة وعملتهم قراص عادية. عندي حتة عجوة كده كانت جايالي من الوادي، بلح يعني في النقع بتاعه. ان شاء الله هصوره معاكم، وباذن الله هوريكم ازاي لو عندك بلح عجوه ان انت تعمليه في البيت وتحوليه لعجوه زي بتاعت بره بالظبط، ويمكن احلى كمان. دي انت عاملاها في بيتك عارفه عاملاها ازاي، لكن بتاعت بره مش عارفه بلح ايه ولا بيهرسوها ازاي. وشفت فيديو قبل كده خلاني ما اجيبش العجوه تاني من بره، اللي هي الجاهزه دي الناعمه قوي دي بتاعت الكحك والكلام ده، كنا بنجيبها زمان، لكن بعد ما شفت الفيديو بتاعها ما بقتش اجيبها. بقيت افضل اجيب البلح عجوه واعمله انا في البيت انا بايديا، بيبقى حلو قوي. هنبتدي بقى نسيب كل الحاجات الحلوه الجميله، شايفين الشكل تحفه حلوه قوي، والطعم يا لهوي. على فكره كل شكل منهم انا عاملاه وهي العجينه واحده، لكن سبحان الله ليه طعم تاني. يعني كل شكل انا عاملاه بالطعم اللي فيه بيديكي طعم للعجينة تاني خالص. ما تقوليش العجينة دي واحدة، زي ما احنا كده بنجيب من الفران وبناكل حاجة، كل حاجة بيبقى لها نوع. بعد ما بتخمر بقى تدخليها الفرن وتطلع بالحلاوة والجمال اللي انتوا شايفينه. اللهم صل على سيدنا محمد. مش عارفة فين الفيديو اللي انا بصوره لكم في الفرن وهي بتستوي، فاعذروني بقى لو جه بعد ده. شايفين انا طبعا اهو طلعتهم استووا، بصوا الحلاوه والجمال ايه ده. شايفين رغم انا كنت مبعداهم وكبروا ازاي ولزقوا في بعض. في طبعا حاجات اتاخدت اتاكلت، دي اللي هي الحلزونه اللي انا كنت عاملاها الكبيره دي حلوه قوي. هي الحلزوني دي جميله. طبعا سخنين، مش عارفه، انا مش عارفه ولادي طلعوها ازاي من الصينيه وهي سخنه وكلوها. فانا حبيت لنا اوريلكم التوريق من جوه، شكل التوريق من جوه. بصوا بصوا مورقه وهشه ازاي. طبعا دي الشوكولاته، بصوا بصوا هتلاقيها من تحت، الشوكولاته ساحت ونزلت من تحت. بصوا التسويه من فوق عامله ازاي، تلاقوها من تحت بقى. انا هوريها لكم برضو دلوقتي اهي. دي بالجبنه جميله، مورقه وهشه كده ومنفوخه، حاجه كده حلوه قوي اهوت. وادي الفيديو اللي بجيبه لكم وهو في قلب الفرن. بصوا الشوكولاته طالعه ازاي، شايفين؟ تطلع بقى وتسيح وتنزل تحت القرص. بصوا بقى منظره هو في الفرن نفسه تحفه تحفه تحفه. وادي بعد ما خرج، شايفين الحلاوه والجمال، الباتيه اللي بالجبنه، وادي الشوكولاته سايحه وخارجه ازاي. بصوا احجام جميله، الباتيه تحفه قوي 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 قوي. الحلزوني الشكل القرص، جربيه مش هتندمي ابدا ابدا. والعجينه السحريه هتعجبك، هتساعدك تعملي منها، تعملي بيها كل حاجه. هبتدي بقى اللي انا اغطيه عشان يفضل طري، تغطيه بحاجه تقيله علشان يفضل معاكي طري. وادي كمان بوريكم، يا رب ذكرني اسمه، اللهم صل وسلم وبارك ورحب على سيدنا محمد. بصوا عامل ازاي، والله اسمه في دماغي بس مش على لساني. بصوا ده بالقرفة، محشي قرفة ومحشي سكر حلزوني كده تحفة، طعمه خطير. اول حاجة عندي خلصت بصراحة اهو، اهو بحاول اخرج لكم اهوت وسخن، شايفين؟
اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده. عملت بقى صوص كده حلو قوي. كانت عندي قطعة جبنة كده مثلثة. دوبتها كده بشوية لبن وشوية سكر. لو عندك لبن بودر ممكن تحطي. وضربتها كده بالمضرب اليدوي. حلو قوي قوي قوي. ان شاء الله في فيديو باذن الله هعمل لكم المعجن، الطريق ده من النوع ده من المعجنات. طريق ايه؟ والنبي فكروني باسمه. حلو قوي. هعمل لكم الصوصات بتاعته اللي بتتحط عليه دي، بس كانت نبذه بسيطه، وطلع معايا في منتهى الجمال والروعه، والطعم تحفه تحفه تحفه. ان شاء الله باذن الله اللي جاي معانا هيبقى احلى واحلى ان شاء الله. هنخرج بقى من الفيديو الطويل الجميل دوت لفيديو بقى كده هنحدق بيه شويه. ادي بعد ما طلعت، بصوا الطراوه، هوريكم. بصوا 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 الحلاوه والجمال. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. ايه الحلاوه والجمال ده. شايفين؟ بصوا من جوه جميله. ايه الجمال ده. التوريق والهش جدا قطني، والجبنه بقى كمان ايه سايحه كمان شويه جوه. طعمها خرافه 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 خرافه. حلوه قوي قوي قوي. شايفين الجمال والحلاوه. يا سلام بقى. دي لو حطيتيها في قلب كيس في التلاجة، لو عامله كميه وتطلعيها قبل ما تاكلي ب10 دقايق ولا 5 دقايق تبقى معاكي حلوه. وادي الحلزوني برضو. شايفين برضو جبنه من جوه. بصوا التوريقه. بصوا الجمال. مستمتعين معايا بالمشهد ده. انا مستمتعه فرحانه بنفسي فخوره بنفسي. يا رب يخليني لنفسي يا رب. بصوا بقى القرصه المدوره برضو بالجبنه. انا بالنسبه لي طعم الجبنه احلى من النوتيلا، ان انا ماليش قوي في الحلويات. يعني انا بميل للحوادق. بصوا بصوا الشوكولاته من تحت وريتها لكم. بصوا بوريكم عامله ازاي. الشوكولاته ساحت ونزلت من تحت، ساحت راحت مطرح ما راحت. بصوا بقى هي ادتنا بس ايه البواقي بتاعتها. وساحت ونزلت بس جميله من جوه. بصوا الجمال من جوه. دي بقى لو قطعت بقى شوكولاته بقى يلا المره الجايه ان شاء الله. اهي بوريكم بقى وانا بعملها تاني اهوت. بوريكم نبذه بسيطه عنها في الاول بس يا مكة. لا لا لا. بوريكم بقى وانا بحولها لنوتيلا وهي بتسيح معايا اهو. مش على بخار ميه، لا على النار، بس تكون النار واطيه شويه. تبتدي تقلبيها كده ايدك فيها بس يا ماما. بس ماما. نعم. ماشي. تحطي شويه زيت كمان مع معلقه الزبده عشان تديك اللمعه الحلوه. بابا. تبتدي بقى تقلبي فيها. تحطي لها كده ربع كوبايه لبن. ما عندكيش لبن حطي ميه. تبتدي تقلبي فيها كده بالشكل ده. هتقعي انزلي. ده كله وهي لسه على النار. ماما. هنجيب كده شويه دقيق زي معلقه دقيق كده كبيره نحطها. تحوليها بقى للنوتيلا معاكي هتبقى حلوه جدا بمعلقه الدقيق ديت. الدقيق افضل من النشا. النشا هيحولها لك لمهلبيه، لكن الدقيق هيديها لك تماسك كده حلو قوي كريمي جميل قوي. مكة اسمعي الكلام. وتبتدي بقى تقلبي فيها لحد كل التكتلات ديت ما تروح، وتسيبيها تهدى. وتبتدي بقى تحشي بيها زي ما انا وريتها لكم كده في الاول. كانت هديت وتماسكت شويه وحشيت بيها والحمد لله ساحت تاني ونزلت من العجينه. بس هي كنوتيلا تحفه. يعني اعمليها كده وحطيها في بطرمان في التلاجة او على الرخام، احنا في الشتاء.
تاخدي بقى تعملوا بيها سندوتشات فين وسندوتشات عيش لولادك، أنا عندي ولادي بيحبوها، بتبقى حلوه جدا. شوكولاته، بتقول لكم شوكولاته. قصدي هي كانت بتاكل منها. دي ايه يا كوكو؟ تاتا شوكولاته. روحي منا قولي هاتي شوكولاته، روحي قولي هاتي شوكولاته يا منا في المطبخ، روحي اجري. يلا يا كوكو شاطره. بص بوريكوا قوامها عامل ازاي على صباعي، طعمها تحفه حلو جدا. تعالوا بقى نخرج من قسم الحلويات لقسم الحوادق. يا ترى بقى بعد ما عملت معاكم المخبوزات الجميله ديت هنتغدى ايه؟ قلت يا بنت هتعملي ايه؟ رحت قايمه كده جايبه 4 بصلات حلوين كده كبار. الوصفه دي حلوه جدا، وكمان في رمضان جميله جدا وطعمه، وتنفع كمان للعزومات، تديكي كميه كبيره. لو انت جايبه مثلا الحاجه بتاعتك، اللحمه بتاعتك صغيره نص كيلو او كيلو، عايزه تعملي حاجه كتير، يبقى الوصفه دي بتاعتك ان شاء الله هتستفادي منها باذن الله. هجيبي كده كميه بصل كبيره. انا طبعا على نص كيلو حطيت ال4 بصلات، حلو قوي. زي كيلو على نص كيلو، ممكن تكتري براحتك خالص. هتقشريهم بالشكل الحلو بتاعنا ده، شايفين بنقشر ازاي على الرخامه، وبعد كده ده كله في الزباله، يعني مش هيفضل على الرخامه. ونغسل البصل بتاعنا ونجيب الكبه بتاعتنا، يا اما تقطع على ايدك. طبعا انا كنت ساعتها تعبانه، قلت لا كله كده في قلب الكبه كده، شقلب وقلب. وحطيت كمان معاه فلفل اخضر وضربته. وفي اللحظه دي انا كنت مجهزه الحله على النار بتنشف او بتسخن، يعني انا كنت غسلاها كانت بتنشف، لكن لو هي نظيفه يبقى بتسخن. هحط فيها شويه زيت، زيت يكون زيت حلو نظيف. عايزه تحطي سمنه، عايزه تحطي زبده، براحتك خالص خالص خالص. انا حطيت زيت عشان يعني في عندي اللحمه فيها دهون، فالدنيا ما تبقاش كتيره، والزيت حطيته مش كتير. هنزل بالبصل بتاعي الجميل ده واديله كده تقليبتين 3 لما مش يتبل، يعني يكسر كده شويه. عيانة على السقعيانة. هقلبه كده تقليبتين 3، حط عليهم بقى اهو هنقلبها كده بالشكل ده. دبلت معانا اهي شويه. هبتدي بقى اجيب اللحمه بتاعتي وانزلها عليها، واديها برضو كذا تقليبه كده مع البصل، لما اللحمه تاخد من طعم البصل ومن ريحته. اكون مجهزه عندي برضو في الكبه مكان البصل طماطم وفلفل رومي، فلفل حراق براحتك. بس طبعا اللي عندها اطفال زي حالاتي ما تحطش شطه عشان ولادك يعرفوا ياكلوا من الحاجه اللي انت عاملاها. كلي انت شطه بقى خضرا جنبها، خلي الحراق براحتك خالص. بعد ما ضربت الطماطم كده رحت منزلاها على اللحمه، بعد ما شربت من البصل والبصل شرب منها، انزلها عليها وانزل عليها التوابل، فلفل اسمر كمون كزبره ال7 بهارات. لكن ما احطش الملح الا الاخر خالص. طبعا اللحمه اللي انا بعملها دي صغيره، انما انتي ما تحطيش الملح عشان الملح بيخليها تاخد سوا كتير. الملح ده الاخر خالص، حطي توابلك لكن الملح الاخر. انما لو لحمه كبيره تديها الاول سلقه او تشويحه لما تنشف ميتها، وبعد كده تنزلي عليها البصل وتنزلي عليها الحاجه، بس اهم حاجه تديها الاول غلوتين 3 كده لوحدها. حطيت البهارات هقلبها وغطي عليها لما تستوي وتتسبك ده كله كده مع بعض ويشرب من بعضه، اروح حاطه الملح في الاخر، كمون كزبره فلفل اسمر ال7 بهارات. هقلب بعد كده كله في بعضه. ده كباب الحله او اليخني
الصعيدي على ابوه، حلو قوي قوي قوي. كان عندي كده كرنبايه، قلت يا بت تسلقيها كده واعمليها. بس انا ما عملتهاش بصراحه في نفس اليوم، انا عملتها تاني يوم. بس حبيت ان انا اسلقها معاكم واجهز لها الخضره بتاعتها. نقيتها حلوه قوي. ببتدي ان انا اغسلها، انقعها في الميه، لان الخضره بيبقى فيها طينه. انقعها في الميه وبعد كده اغير عليها الميه كذا مره، واحطها في المصفى تتصفى واخرطها. وادي الكرنب بتاعي بسلقه. طبعا بتطلعيه، تحطيها زي ما انت شفتيني كده، شايله القلب بتاعها وحطها سليمه، وببتدي اقلبها على الوشين واطلعها وهي راق راق بالشكل الجميل ده في قلب الميه النضيفه. لازم تشطفي ورق الكرنب لانه حبيبتي بيبقى مرشوش عشان ما يأذيكيش لا انت ولا ولادك. ابتدي بقى اجهز الصلصه التخديعه بتاعه المحشي. حطيت البصل على النار، وكمان بجهز اهو في الطماطم. بضربها طبعا الطماطم بتاعه المحشي ما بضربهاش في الخلاط لان انا ما بحبهاش مطحونه قوي يعني. فبضربها في الكبه، بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فيها حاجات بسيطه كده من الطماطم، حلوه قوي للمحشي، بتبقى جميله. هقلبها واحط عليها التوابل واسيبها بقى تتسبك. وحشيه المحشي بصوا اللي بياخد ساعات، حشيته في لمح البصل. ما شاء الله، الله اكبر. وكان عندي زي نص كيلو فلفل، رحت حشيه وحطيته على وشه، وطلع معايا بالحلاوه والجمال. الله اكبر عليه، حاجه كده تحفه. ايه الجمال ده يا ولاد، ايه الجمال عدى الكلام. وهنبتدي بقى نغرفه بقى دلوقتي. هينزل ايه مفرفر يا ولاد، الشتا ده عايز المحشي. لسه واكله امبارح وريقي عليه. احنا كمصريين او عرب بنحب المحاشي موت. ايا كان بقى نوع المحشي، بس بنحب المحاشي. وايا كان البلد العربية او بتسميه ايه، برضو بنعشق المحاشي. شايفين بسم الله ما شاء الله عليه الصوابع بتاعتي، الله اكبر. تسلمي يا بنتي يا ام مك. نزلي بقى كده على الصينية، الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. يا لهو على الدخان يا ولاد. هاتوا الصينية دي دلوقتي في التلج ده. كان ابني بقى بيصورني الله يسامحه، فمش مركز ان البخار مغطي على الكاميرا خالص. شايفين الجمال، اللهم صل على حضرة النبي. يلا بقى تعالوا معانا، ألف هنا وشفا على قلب الجميع اللي بيشوف واللي كله. اهو شايفين الصوابع، الصوابع دي يا ولاد دي ولا ايه دي؟ لوز دي يا ولاد. جه بقى في اليوم اللي انا عملت فيه المحشي ده، ناس جايالي على غفلة، قلت لا المحشي لوحده مش هيسد يا ولاد. كان عندي كده لفة جلاش في التلاجة، رحت مطلعاها، قلت الحمد لله بيتي مستور. وعندي حتة لحمة معصجة في الفريزر، الحمد لله بيتي مستور يا ولاد. ورحت قايمة وجايباهم وفرداهم بالشكل ده. وهبتدي اعمل معاكم رولات الجلاش باللحمة المفرومة. حلو قوي قوي قوي، شكله جميل جدا. وكمان للعزومات انا حبيت اجمع لكم حاجات جميلة في الفيديو ده، علشان خاطر هينفع حلو قوي العزومات بتاعه رمضان. جبت كده من ورقتين ل3 ورقات، انا خدت 3 ورقات زي ما انتوا شايفين اهو. هبتدي اقدمهم شوية عن بقية اللفة عشان اعرف اتحكم فيهم، يعني اجيبهم قدام شوية. عندي بقى اللحمة المعصجة دي زي ما انتوا شايفين، كنت مطلعاها يا دوبك فكت وفي فيها حاجات مجمدة، هحاول اتعامل معاها. وهبتدي احشي الرولات بتاعتي بتاعت الجلاش دي من الافكار الجميلة. يعني مش هتعملي الجلاش بس سليم وتقطعيه مكعبات كده مربعات، لا، تعمليه رولات، حلو جدا وشكله بيبقى جميل قوي. هتدهني كده سمنة كده بسيطة، وبعد كده هتجيب المفروم بتاعك، مفروم لحمة، مفروم فراخ، مكس جبن، برضو لانشون، هوت دوج، الحاجات اللي انت عايزاها تبتدي اللي انت تحشي بيها اهو. ايه الجمال ده، اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا يا ولاد زي ربع كيلو لحمة بس، الله اكبر. لفلي لفة الجلاش، واداني صينية حلوة قوي هتشوفوها.
اهو. عندي بقى شويه جبن، قلت يا بنتي ايه ما تدلعي بقى الناس اللي جايه عشان يقولوا عليكي بقى الشيف براك. واخدين بالكم انتوا؟ طبعا انا عندي احساس ان مفيش حد هيقعد معايا دلوقتي، بس اللي موجود معايا لحد دلوقتي اوعوا تنسوا الاشتراك واللايك وكومنت حلو والاكسبلور. اكسبلور لروحي في بيتي، او السبسكرايب. سبسكرايب اديني قلتها اهو يا ولاد. رغم انا متعلمه بس مش عارفه الواحد من كتر شغل البيت والتعامل مع العيال نسي كل حاجه اتعلمها. لا اله الا الله. اعملوا بقى سبسكرايب ومشاركه ولايك حلو لقناه روحي في بيتي، اللي ان شاء الله هتبقى روحكم كلها فيها باذن الله، وهتحبوها ان شاء الله عشان انا بحبكم كلكم. شايفين ايه الحلاوه والجمال ده؟ هبتدي بقى ادهن بقى، لو حاجه عندي مش مدهونه ادهنها عشان يبقى معايا مورق وجميل. وتبتدي بقى تتحكمي في الرول بتاعك وتلفيه بالشكل الجميل ده. ايه الجمال ده؟ هنيجي بقى نجيب كمان 3 ورقات كمان عشان يبقى معاكي حلو ومورق. لو معاكي حاجة متقطعة اتعاملي عادي خالص، مفيش اي مشكلة، ده كله بيتدارى وبيتداوى. ماشي. حبيت اعمل حاجة كده افتكسها، المهم حاسة ان هي مش هتيجي معايا مظبوطة، بس هحاول. ان انا احط ورقة كده وورقة كده وورقة تحت من النص، وابتدي ان انا ادهنها كده برضو بالسمنة. ليه بقى انا عملت كده؟ هنشوف دلوقتي ليه. يا سلام. هنبتدي بقى نحط الحشوة على المربع الصغير، اللي هي المربعة اللي في النص. يعني انا جبت واحدة كده يمين واحدة شمال، وخليت واحدة مربعة فيصل ما بينهم من تحت. هعمل ايه بقى؟ هتشوفوا دلوقتي هعمل ايه. بشوف الاماكن اللي فيها اللحمة خفيفة ببتدي ان انا ايه اظبطها على قد ما قدرتي يعني. وجبت برضو شوية الجبن الميكس بتاعتي. طبعا انا نفسي اجيب جبنة بتمط يا ولاد. يعني رحت كارفور وبروح السوبر ماركت، اي سوبر ماركت الاقيه حلو كده اخش اجيب منه واجرب. مفيش عندنا خالص جبنة حلوة بتمط. اجيبها سايبة ما تمطش، اجيبها مغلفة ما بتمطش. فمش عارف، اللي يعرف نوع جبنة حلو يقول لي عليه. في ناس قالوا لي الحمد، جبتها وبرضه ما بتمطش الحمد لله. شايفين بقى الرول ده اهو. انا كان هدفي اللي انا اقفل على اللحمة من اليمادي ومن اليمادي، بس قلت لا، انا هعمله بقى ايه زي ما انا بعمله كده اهو. برضه عملت واحدة تانية زيها تبقى عجبتني طالما عملتها كده. والله انا تحفة وحياة ربنا. يوم مسهل يا رب. هبتدي افرد برضو معاكم المفروم زي ما انتوا شايفين. والاول تدهني سمنة يا حبيبة قلبي. ممكن اكون مش دهنة تحت اللحمة لان بيبقى فيها دهون انتوا عارفين فبتنزل. بعد ما لفيت بقى الصينية بتاعتي الرولات الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، جبت معايا كوباية لبن، وجبت معايا كمان معلقة سمنة وشوية ملح. وايه ده؟ انت ما حطيتيش بيض؟ لا ما حطيتش بيض. وهيطلع حلو، هيطلع زي الفل. تكوني مسخنة الفرن كده على 150، وتضربي كل الخليط بتاعك الجميل ده. بصوا 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 بصوا، اضربي 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 اضربي. معلقة سمنة، شوية فلفل اسمر، شوية ملح، وكوباية اللبن. مفيش لبن عندك شوربة حطي شوربة، كله شغال يا حبيبتي، ما توقفيش على حاجة.
وادي لفينا الصينيه بتاعتنا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بقى ان انا اقطعها الاول عشان لما انزل الخليط بتاعي يتغلغل ويتوغل جوه في قلب الصابع ويخش عشان يورق لي الجلاش. قطعي بقى التقطيعة اللي انت عايزاه، سمبوكسات، صوابع عادية براحتك. تلاحظوا ان انا فردها شوية، مش برماها برم، انا فردة العجينة شوية عشان لما بتطلع تحسيها ان هي كانت يعني الصينية مش ملفوفة حتة واحدة، يعني مش مبرومة. سمبوكسات كده حلوة أوي جميلة، كان شكلها تحفة والله، طعمها أجمل. تنسوش اللايك لايك 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 عشان الفيديو ده أنا تعبت فيه جدا جدا، وفيديو طويل وتعبني حتى في التسجيل، سامحوني. لازم تقطعيها قبل ما تحطي السائل بتاعك عشان ما تبقاش وانتي بتقطعي تتعجن معاكي. ناعم. فين الشوكولاتة؟ فين الشوكولاتة؟ فين؟ في المطبخ. قولي المنة في المطبخ. هنزل اهو بالسائل بتاعي زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله حلو قوي 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 اهو. ابتدي بقى ايه اشبع الصينيه كلها. الدنيا شتا. بصوا السمنه عملت ازاي على طول في ثانيه اتجمدت. والله النهارده الواحد هيتجمد من الساعه دي، وعندي فرح ومش عارفه اروح ولا ما اروحش والله. شكلي لو انا روحت مش هاخد حد من العيال معايا، الدنيا ساقعه جدا. لان انا كنت واخداهم طبعا في الحنه، فالنهارده في دخله وبرضه لازم اروح لانها بنت عمتي، فممكن ما اخدش الصغيرين، اخد حد من الكبير كده يعني. وانتظروني بقى ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة بإذن الله. وما تنسوش الاشتراك واللايك والحركة السبسكرايب لروحي في بيت